عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكلتنا بقى حلوة جدا وشهية بشكل مش طبيعي. اللحمة بقى البيتلو مع البطاطس المختلفة دي عاملاها بطريقة مختلفة هتعجبكم جدا. اما الرز المعمر بقى مش محتاج ان انا اتكلم عنه، شايفين اصلا شكله تحفة قد ايه. بجد بقى الوجبة دي هتعشقوها وهتكرروها. قبل ما نبدأ بقى الفيديو الجامد جدا ده، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو أول مرة بتسمعوني، وكمان تعملوا لايك وشير للفيديو. أظن يستاهل لايكات كتير جدا. بجد الأكلة دي هتعجبكم جدا جدا. شايفين الرز قد ايه خطير، وهيطلع معاكم مفهوش ولا غلطة. بجد تحفة. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة، فوق أو حلة حاجة تكون غويطة. هنستخدم معلقة كبيرة من السمنة، معلقة كبيرة من الزبدة. نسيبها تسخن كويس، وبعد كده هكون محضرة قطع لحمة بتلو. أنا هنا مستخدمة قطع بتلو. تمام. متقطعة قطع متوسطة. بشطفها بس كده غسلة سريعة جدا بمية وملح، وبعد كده طبعا بصفيها كويس. هنزل بقى بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة بسيطة من السكر. مش هحط ملح دلوقتي خالص، فهنحط في الآخر ملح. وبرضو تنسوه، احنا عشان نسرع عملية التسوية فمش بنستخدم ملح في الأول. هفضل بقى أشوح فيها لحد ما تاخد اللون الخطير بتاع التحمير. شايفين؟ بقلبها كل شوية. أول ما تاخد لون من جنب بقلبها على الجنب التاني، وفي الوقت ده تكونوا محضرين مية مغلية. هنا اهي بدأت تتحمر وتاخد اللون الخطير اللي قدامكم ده. شايفين؟ لازم توصل للون ده. بعد كده نكون محضرين مية مغلية، هغطي بيها اللحمة لحد ما توصل كده. نغطي بيها اللحمة. حطيت بقى معلقة صغيرة من 11 بهار من كنور. تقدروا تضيفوا 7 بهارات أو بهارات لحمة لو مش متاح عندكم كنور. في الوقت ده المية هنا بدأت تتشرب، وخلاص اللحمة بتاعتنا داخلة في التسوية. هنبدأ ان احنا نحط الملح، اوعوا بقى تنسوا الملح. حطيت معلقة صغيرة كده من الملح، وهقلبها. وبعد كده هحط الغطا واخليها تكمل تسوية، تعيش حياتها عادي على نار متوسطة. تمام. دي لحمة عجالي بتلو، مش بتاخد وقت كتير في التسوية، بس انا ببقى عايزاها يعني دايبة دوب، فانا سبتها زي ساعة. تمام. شايفين هنا بقى اتشربت. الوقت بتاعها بيبقى على حسب المية ما بتتشرب، يعني حطوا كمية غطوا بيها اللحمة، وأول ما بتتشرب خلاص بقى. طبعا بتعملوا لها تيست تشوفوها هي خلاص استوت ولا محتاجة تزودوا مية إضافية تانية، بس المية تكون طبعا سخنة، احنا ضايفين مية مغلية. شايفين الصوص تحفة قد ايه. هنا بقى هنحمر بطاطس. حبتين من البطاطس مقطعاهم صوابع تكون تخينة شوية، يعني أتخن من الصوابع اللي انتوا بتعملوها صوابع محمرة. هنا بقى هحمرها في الزيت بالشكل ده. احنا بنحمرها نص تحمير، ما تسيبوهاش تتحروق منكم او تتحمر جامد. عايزينها بس مجرد اول ما تلاقوها مسكت نفسها بالشكل بقى ده، هنطلعها عادي وهي بيضة كده. يعني ما تسيبوهاش تتحمر خالص، انا عايزاها بس واخدة نص تسوية كده. هطلعها على مناديل مطبخ عشان تشرب الزيت. وبعد كده حطيت عليها رشة بسيطة من الملح والفلفل. هنزل بقى بيها على اللحمة. هديها بقى تقلبتين كده. شايفين؟ انا اللحمة بصوص دي بجد بعشقها، بتبقى طعمها كده يعني سكر قوي. هنجيب بقى الطاجن اللي هندخله الفرن. هنزل بقى بالبطاطس باللحمة. بجد البطاطس دي الحركة اللي انا بعملها دي، الطريقة دي جربوها. بتبقى طعمها مختلف جدا غير البطاطس اللي في صينية اللحمة، دي حاجة ودي حاجة. دي بجد طعمها مختلف جدا. الصوص بقى اللي اتبقى في الوok او في الحلة بقى اللي انتوا تستخدموها، زودوا عليه كوباية من المية. وبعد كده هبدأ بقى ارصص بقى، احط البطاطس تحت وهطلع اللحمة فوق بالشكل ده. هنجيب بقى ورق فويل وهغطي بيه الصينية بتاعتي. وطبعا الفرن بتاعنا سخن مسبقا. هنكون مشغلين الفرن على اعلى درجة حرارة، الرف الوسطاني. وهدخلها الفرن، هسيبها من تلت ساعة لنص ساعة لحد ما يتبقى صوص خفيف جدا. بعد كده عندي كوب ونص من الحليب، حليب دافي، حطيت عليه كوباية من الزبادي، كوب زبادي يعني علبة زبادي. وهحط عليه معلقة صغيرة من الملح. هدوبهم بقى كويس، لازم الحليب يكون دافي عشان تعرفوا تدوبوا فيه الزبادي. تمام. هنا بقى كان داب خلاص معانا. اخر حاجة احطها معلقة كبيرة من السمنة.
وهقلبها بقى كويس كده. احنا حضرنا الخليط اللي احنا هنستخدمه في برام الرز. هنا بقى عندي كوباية ونص من الرز الأبيض مغسول كويس ومتصفي. بحط عليه الأول معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، بقلبها كده مع الرز بيطلع مفلفل وطعمه خطير. فأنا بحب أحط الفلفل الأسود مع الرز، مش بحطه على اللبن. تمام، بعد ما قلبتهم هنزل بقى واحدة واحدة باللبن كده، بالزبادي، بالخليط اللي احنا عملناه، وهقلبهم برضو كويس كده عشان اللبن يوصل لحد كل رزاية تبقى تمام. هنا بقى هدخلها على فرن سخن الرف الوسطاني. بنشغل الشواية الأول لحد ما تاخد الوش الخطير اللي قدامكم ده. بعد كده بشغل الفرن وبشغل المروحة. ولو عندكم اوبشن زي ان انتوا تشغلوا الشواية مع الفرن يكون افضل. انا بشغل الاتنين مع بعض، واما بتاخد لون من الوش بطفي الشواية وبسيبها بقى شوية في الفرن واشغل المروحة. بجد شايفين الاكل شكله تحفة جدا، وطعمه بقى مفيش ألذ ولا أحلى من كده. اللحمة دايبة دوب، والبطاطس بقى دي بجد بيبقى طعمها مختلف جدا وطعمها حلو قوي. فعشان كده لازم تجربوها بالطريقة دي بجد. أما برام الرز بقى يعني مش هتكلم عنه، هو يعني بيشرح نفسه من كتر حلاوته. لازم بقى تجربوا الأكلة التحفة دي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.